الانيميشن او الكرتون. طبعا كلنا عرفنا ايه هو الكرتون ده غير واحنا صغيرين والبرامج اللي كانت بتتقدم على التلفزيون وقتها. بس السؤال هنا، ينفع نتفرج على كرتون؟ الاجابة طبعا اه. لان طبعا الكرتون ده في الاول وفي الاخر هو رسوم وبتتحرك، ولما بتتحرك بنشوف حاجة غير الافلام والمسلسلات اللي هي بيصوروها ناس مخرجين وكاميرات وسيناريو. لكن الكرتون هو رسم وصوت وسيناريو بس، وهو من الآخر فن تجريدي. على طول لما نذكر اسم كرتون نقول يا سلام، الكرتون يعني توم وجيري، لوني تونز، وقت المغامرة. لو أحدث حاجة يعني عندنا أركين. بس الكرتون على طول مظلوم في حتة اسمها ده للأطفال يا عم. بس الإجابة لأ طبعا. لأن الكرتون مش الأطفال، لأن معظم شركات صناعة الأفلام الأنيميشن في فئة أكبر شركات ربحا، ومش معقولة إن الأطفال بس اللي بيشوفوا الفن ده. يعني أي سنة روح شوف البوكس أوفيس بتاع السينمات بتاعها، طبيعي تلاقي بين القايمة دي كام فيلم متصدر الإيرادات. يعني السنة دي في 2024 نزلوا أفلام أنيميشن زي انسايد أوت، وكونج فو باندا 4، وديسباكري 4، وموانا 2، اللي جاب إيرادات خيالية في كام أسبوع. يعني دول نفس أفلام تقيلة زي ديد بول وولفرين وفينوم ذا لاست دانس وديون 2، وجابوا مليارات ومئات من الملايين. وده معناه ان في فئة كبيرة من الناس بتدخل تتفرج عادي. مش معقول يعني طفل ياخد مصروفه ويروح السينما يتفرج لوحده. وغير كده ايه المسلسلات اللي نزلت بقى؟ ويعني زي ما الانمي ليه متابعين، الانيميشن برضه ليه متابعين، واتكلمنا عنهم في فيديو انصحك تشوفهم. وطبعا عارف ان في حد يقول لي يعني انت عايزني وانا بنزل الشحط بشنبي ودقني ده اروح اتفرج على سبونج بوب؟ حابب اقول له لا يا عم، مش كده خالص، مش لدرجه تتفرج على سبونج بوب، يعني برضه من قدر الشنب. بس يقول ان هو فن برضه مش بتاع عيال هو يعني. بس الاخ اللي بيقول لي روح اتفرج على سبونج بوب ده ممكن تتفرج عادي على بطل المغامره، تين تايتنز او باتمان لو غاب ابطال خارقين، ومارفل ودي سي كده يعني. انا عامه بكون عايز اضحك اجيب حلقات من توم وجيري الكلاسيك او الميمز بتاعته، بضحك عموما يعني. طبعا مش انا لوحدي بس بضحك على الميمز دي، اكتر ما كنت صغير مش عارف ليه ضحك غير طبيعي. وبالذات الحلقه بتاعت عم جيري اللي هو بيكوس او الجدار ده، وحلقه الدوب الراقص، وما علينا يعني من الحاجات دي. ونيجي بقى لقصص المسلسلات. قصص المسلسلات بسيطة جدا. يعني مثلا اتنين اخوات ولد وبنت بيروحوا عند جدهم في الغابة في اجازتهم، وبيلاقوا في الغابة كائنات ووحوش واسرار كبيرة مخبية الجد بتاعهم عندهم. أو ولد وكلب عايشين في مملكة فيها ملوك مختلفة زي حلوى وجريد، أو مصاص الدماء وتفاصيل وأسرار عن العالم. أو غراب أو حيوان اللي شبه السنجاب ده بيشتغلوا في حديقة مع صاحبها راجل عصبي جدا، وعايشين في الحديقة وبيقابلوا كائنات من الفضاء الخارجي تتحكم في البرنامج نفسه. أو طفل من قبيلة من الناس اللي بتعيش أكتر من 1000 سنة بيكتشفوا بنت من قبيلة بسيطة بيقرروا إن هما يساعدوه. أو طفل بيلاقي ساعة بتخليه يتحول لكائنات فضائية خارقة. وكتير من المسلسلات اللي مش من ضروري تكون للأطفال، وصعب أصلا عقل طفل يفهم قصص عميقة اللي بتبقى في الكراتين دي. بس إلى طبعا الأعمال القديمة الذهبية مش الجديد. لأن الأطفال دلوقتي أكتر ناس مظلومة في حق الكرتون. لأن دلوقتي اللي بيتعرضوا دلوقتي، إن دلوقتي كل اللي بيتعرضوا كلها أعمال فيها أفكار سوداوية ومشبوهة وقصص رديئة، يعني مش قصص حلوة. مش بقوة الأعمال اللي كنا شفناها، قصدي طبعا الجيل الذهبي اللي كان بيفتح التلفزيون وحافظ مواعيد مسلسله المفضل ويتفرج ويستمتع. نيجي بقى للأفلام الأنيميشن. دلوقتي يمكن الكواليتي والتكنولوجيا بقت أحدث، وبقى كل الأعمال 3D دلوقتي. يعني زمان لما عملوا فيلم ذا سنو وايت اللي هي إنتاج ديزني، طبعا ده كان الواو ساعتها، إن إزاي تعمل فيلم ساعة ونص عبارة عن رسومات بتتحرك. لأن وقتها كانت كل شركة تنتج فيلم أنيميشن بيبقى قصير مدته حوالي 8 دقايق، إنما تعمل فيلم كامل 60 دقيقة لأ، ده أنت جاحد بقى. وكانت ديزني هي اللي كانت سابقة عصرها. اما دلوقتي بقى بدل الشركة واحدة بقوا كتير وتنوع اكتر. بس لو انت بتحب السينما عموما ومن النوع العميق اللي بينخرب في اعماق الافلام، في اعمال قديمة تبقى فيها افكار عميقة، وغير كده رسالة الفيلم نفسه معمول منها. اكبر مثال على كده هو فيلم اب. قصته عميقة جدا وبسيطة. بيتكلم عن راجل عجوز كان متجوز ومراته ماتت، وكان نفسها هو يحقق حلمها انها يطير في المكان اللي كان نفسها تروحه. بجد الفيلم ده مليان رسايل ومشاعر وحاجات كتيرة، ممكن نعمل له فيديو لوحده ونتكلم فيه براحتنا.
او فيلم كوكو، الفيلم اللي اي حد يتفرج عليه. تخيل ان شاب يروح عالم الاموات ويشوف جده ويبحثوا عن قضية مجهولة لشخص في العالم الأموات ده. وطبعا اللي بيميز الأفلام دي إنها بتتكلم الفقدان والشجاعة والمحاولة وتحقيق الأحلام، وبتتعمق في مشاعر الإنسان أكتر وأكتر. وصعب طبعا طفل صغير يتفرج على الأفلام ويستوعب الحاجات دي، فالحاجات دي بتلمس الكبار أوي. والصراحة لو قارنا الكرتون الياباني اللي هو يعني الأنمي بالكرتون الغربي هتطلع الحسابات هي، لأن الأنمي طبعا ليه جمهور كبير برضو، والكرتون برضو ليه جمهور. بس الانمي بيبقى متأثر بثقافته جدا، لكن الكرتون الغربي بيبقى متنوع جدا. يعني في افلام الكرتون بتوريك ثقافات تانية، زي فيلم مولان بيوريك الثقافة الصينية، وكوكو الثقافة المكسيكية، وفيلم هاركليز بيوريك الثقافة اليونانية. ومهما تدور في الكرتون هتلاقي تنوع غريب جدا، ما عدا في ثقافتنا احنا كعرب على طول يطلعونا كمرضى ومتطرفين شايلين في محفظنا كنابل، لكن الانمي بيطلعونا اجمل من الطبيعة. اخ، ده الواقع المؤلم. وعارف هيجي حد مريض يكتب لي هاشتاج وان بيس عنك. الناس دي مريضة جدا بشكل غريب قوي، انهم يخلوا انمي يبقى في مكانة العم كريستيانو. لو نفسك فتحت عن الكرتون بقى ونفسك خلاص بقى بعد شفت الكلام ده وبتاع لقيته عادي، اقترح لك شوية كوكتيل افلام هيعجبوك قوي. وافضل افلام ممكن تتفرج عليها هي افلام بيكسار قديمة زي مونستر اي ام سي او رباعية توي ستوري او وول ايه، وافلام دريم وركس زي شريك وكونج فو باندا وهاو تو ترين ذا دراجون، ومسلسلات زي ريكو مورتي. بس ممكن ما يعجبكش لانه مليان ايحاءات ونكت يعني للكبار فقط يعني. وبوجاك هورس مان وريجولار شو وجرافيتي فولز وادفنجر تايم. ولو غاوي سوبر هيرو اتفرج على مسلسلات باتمان او سلسلة افلام سبايدر مان انتو فيرس. لو غاوي كلاسيكيات او نوستالجيا زي حالاتي عندك توم انجيري او لوني تونز او بيج بانسر او بنتين. يعني الاقتراحات دي مش للكبار بس، وممكن تناسب الصغيرين عادي. بس لو انت يعني صغير وشوف الفيديو ده انصحك انك متتفرجش على ريكو مورتي خالص، انت من الحسبان يعني لو انت صغير في السن. وفي النهاية كل واحد اضرب وقته وبيضيعه على ايه. بس حبيت اعدي نقطة الانيميشن، لان بعد ما بقيت بتفرج لقيت انه حاجة زي افلام ومسلسلات والانمي، ومظلوم جدا في نقطة انه للعيال الصغيرة بس، وانه بيقدم رسالة عميقة مش اي حد يفهمها. ولو انت مش بتحب الكرتون بتحب الانمي براحتك، لو انت برضو بتكره الانمي وبتحب الكرتون طبعا براحتك. لان لولا اختلاف الاذواق ما باعت السلع زي ما بيقولوا كده. لان اصلا في الاول وفي الاخر كل واحد حر انه يتفرج على اللي هو عايزه براحته، بس من غير افراط او تضييع على حاجات ملهاش لازمه. وشكرا انك لو تابعت الفيديو لحد هنا متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب او اشترك في القناه تحت، عشان لو عجبك المحتوى يعني وعايز تشوف فيديوهاتنا الجايه. شكرا على المشاهده.